النهارده الساعة 7 الصبح صحينا على ترحيل كهرباء من الإمارات لمصر. مش كده وبس، وكمان عقوبة مليون جنيه. كابتن محمد رمضان المدير الإداري أو المدير الرياضي للنادي الأهلي، ده التايتل اللي بنقوله الكولر يعني عشان خاطر يقبل بوجوده، لكن هو في النهاية مدير الكورة، وده شيء بالمناسبة قوي وحازم وإداريا جامد جدا. وإحنا كجمهور النادي الأهلي دايما دايما في دار الإدارة في القرارات اللي زي كده. فهل حد يختلف مع ده؟ أنا مختلف مع ده. طبعا قرار بعقوبة زي كده علشان تطلع، اكيد اكيد كابتن محمد رمضان مش هيطلعها غير لما هيتفاهم مع كابتن محمود الخطيب، وهتبقى بامر من كابتن محمود الخطيب اللي هو موجود مع البعثة حاليا في الامارات. وحتى لو مش موجود قرار بالشكل ده او بالصعوبة دي او بحجم القرار ده، اكيد كابتن محمود الخطيب في كواليسه يعني. فاذا انت بتتكلم هنا عن قرار فنيا اللي هو كولر بايع اللاعب ومش عايزه، وده شيء مش مختلفين عليه ومن شهور مش من دلوقتي. واداريا كابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، وكابتن محمد رمضان. فانت بتتكلم ان اللاعب كده بالعربي اتقرط فتحته. طيب هل ده شيء، وده السؤال الاهم بالنسبه لاي اهلاوي، هل ده شيء كان غير متوقع؟ يعني هل انت كاهلاوي ما كنتش مستني السيناريو ده او المشهد النهايه الحتميه ده هيحصل في يوم من الايام؟ اكيد مستنيه، زي ما انت بالظبط مستني نهايه امام عاشور في النادي الاهلي هتبقى عامله ازاي. نهايه احمد عبد القادر اللي كانت لسه من كام شهر، اللي هو اصلا خلاص انت وصلت لمرحله ان اللاعبين بقت بتسيبك وتمشي بطرق مش عارف في ايه. ولكن انا المشكله بالنسبه لي هي اداره النادي الاهلي اللي هي بين قوسين الكابتن محمود الخطيب. الوقت ما بتكون عايزه تسوق لك اي قرار بتطلعه من الدرج. احنا هنحط القرار ده تحت انضباط وعقوبه وشخصيه النادي الاهلي ومبادئ وهويه. هات من الدرج وقول احنا هنعاقب كهربا بالشكل ده. على الجانب الاخر لما بتكون عايز تسوق لحاجه، انا همضي، انا قاعد السوليه عشان هو اختار النادي الاهلي. انا قاعد محمد الشناوي عشان روح القانون وعشان هو اختار النادي الاهلي ورفض عروض كتير بملايين مملينه. فاذا انا بقدر اللاعب ده وبقول لاي حد احنا بنقدر لعيبتنا ازاي وبنطلع منهم كوادر وبنحبهم والكلام الجميل ده كله. وليد سليمان اللي قاعد سنه او سنتين في النادي ما بيعملش حاجه، وما بيعملش حاجه بالنسبه لناس تانية في انديه تانية، ده ارقام يعني بالمناسبه يعني مع كارتيرون هو اللي كان موصلنا لنهائي افريقيا اللي احنا خسرناه يعني. ولكن اللي اقصده ان اداره الاهلي بتختار امتى ما تتعاملش بورقه وقلم مع لعيبتها. يعني الشناوي لسه لحد النهارده بيذلنا ان هو ما اختارش الفلوس. مصطفى شوبير اللي يستحق ان هو يلعب عليه ما بيلعبش. ما حدش يقدر يكلم الشناوي بياخد قرار ان هو يسحب اللعيبه ما يروحوش للجمهور، وده مش دوره. والاداره ما سمعناش ان اي حد اصلا يعني لام الشناوي قال له حاجه، يعني ما سمعناش. فاذا انت بتختار امتى تطلع او تبروز القرار بتاعك تحت عنوان معين كده اللي هو ده عقوبه وده شخصيه ومبادئ وهويه النادي الاهلي، وانت بتختار انها تبقى روح القانون وبتاع بناء على ايه؟ بناء على شخص واحد اللي هو كابتن محمود الخطيب اللي هو اداره النادي الاهلي. هو اللي بيحكم. انا احط الشخص ده سواء كهربا احطه تحت انهي بند او تحت اي تايتل، وفي نفس الوقت الشناوي احطه تحت اي بند وتحت انهي تايتل. طب هل انا متحامل على كابتن محمود الخطيب؟ اكيد كلنا بنحب الكابتن محمود الخطيب، بس بنحب النادي الاهلي برضه يعني اكتر يعني. هي الفكره ان الكابتن محمود الخطيب، هل انت ما انتش شايف النهايه الحتميه دي من شهور؟ يعني هل انت مش شايف ان كولر مش عايز كهربا، مش محتاج كهربا ومش هيلعب معاه ومش هيشارك معاه، وانت عارف ان انت عندك لاعب عصبي وجايب اخره في انه يضغط على نفسه في ان هو ما يعملش اي حاجه عشان ما تحسبش عليه لانه عارف ان هو لابس تيشيرت نادي اسمه النادي الاهلي. اكيد هو بيتحمل ضغوطات كتير في النادي الاهلي وما يقدرش يتكلم. انت اول ما اشتريته احنا هنروح بعيد ليه؟ ده انت كانت عقوبه زي دي مليون جنيه. ولاعب لا اصدر كلمه ولا البم ولا قال اي حاجه ويطلع في اي برنامج يقول لك شخصيه النادي الاهلي، انا مع الالتزام، انا مع الانضباط، انا في بيتي، انا. فين التقدير اللي انت بتقدمه له؟ مش عشان هو انساه كهربا وحش، ولكن انت بتقول ايه دلوقتي؟ لا انت لو رحت تتفاوض مع زيزو دلوقتي ولا فتوح ولا شيكابالا من الزمالك انت هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هو ايه اللي انت عندك مميز تديهوله؟ ان انت تجيب بطولات وارقام؟ ما صباح الفل، وقت ما هتغضب او هتقلب عليه او هيبقى يعني ما بيقدمش او ما بيحققش معاك هترميه. ما هو ده بالنسبه له، ده عقليته، ده اللي هيشوفه، ده اللي هيفهمه. يقول لك يا عم طب ما انت صباح الفل يعني، طب ما ده كهربا اللي باع الدنيا وساب النادي اللي كان فيه وبس كان ممكن يطلع يعتذر لماي فازر يعني سياده المستشار، وكان ساعتها الدنيا هتتحل والامور هتمشي وعادي يعني، ما هو دفع الجمهور قبل كده والدنيا تمام يعني. ومع ذلك هو ساب كل ده وباع كل ده
لمجرد انه لقى فرصه ان هو يرجع لبيته اللي هو اختاره، اللي هو النادي الاهلي. فايه اللي انت اديته له معنويا؟ مش هو بقى لاي لاعب تاني ممكن يفكر. ما هو انا لو زيزو، طب ما انا باخد فلوس اكتر في نادي القرن الحقيقي واكبر قلعه رياضيه في مصر، نادي الزمالك. طب انا محتاج اشتغل على نفسي يعني، او محتاج بقى اجي واتحمل ضغوطات واقفل الصفحه واشتغل على بطوله بكره وبتاع، واجي بقى النادي الاهلي كده وبتاع. طب ما انا مش محتاج اعمل كل ده، ما انا موجود في نادي ما بعملش حاجه، واحسن لاعب في افريقيا واحسن لاعب في مصر، وبتاع التسويقيه بتاعتي 5 مليون دولار. طب صباح الفل، اجي الاهلي اعمل ايه؟ الجمهور مع الجمهور انا بخسر كل البطولات اللي بدخلها، ما بعملش اي حاجه. لو جبت جون او اسيست او حتى ما جبتوش وما عملتوش، الجمهور حاططني في حته انا مستحيل الاقيها في اي مكان تاني في العالم، جمهور الزمالك. فانا اجي لك النادي الاهلي ليه؟ يعني انا لو جوايا ذره حب ليك انا هخاف منك، انا نهايتي معاك هتبقى وحشه سواء بمزاجي او بمزاجك. طب انا اجي لك ليه؟ يعني انا اجي لك ليه؟ فده اللي انا يعني ده اللي انا بلوم عليه كابتن محمود الخطيب شويه، ان كان لازم النهايه كانت تبقى في رؤيه من كابتن محمود الخطيب. لان الشكل والنهايه حاليا اللي موجود فيها كهرباء هي مش نهايه كهرباء، هي نهايه فكره معينه. اللي بيختارك او بيشتريك او بيبقى عايزك وما عملش حاجه، انا متاكد ان هو مهما كان غلط، وطبعا طالما خد عقوبه زي كده يبقى اكيد غلط. ولكن مهما كان عمل، انا متاكد انه ما جاش 5% او واحد على مليون من اللي عمله مع يعني اكيد ما تفش على حد، اكيد ما يعني اكيد حاجات من اللي بتحصل في غرف الملابس، يعني شئنا ام ابينا يعني دي حاجات بتحصل في كل الانديه، في برشلونه، في ريال مدريد، في اياكس، في اي مكان في العالم. هتقول لي احنا النادي الاهلي احنا حاجه تانية، يبقى على الكل. يبقى الشناوي لسه ما كانش من شهرين او اقل لم اللعيبه وما راحوش يحتفلوا مع الجمهور وما حدش كلمه، وراجل برنس ليه؟ لان هو دلوقتي على مزاج الاداره. فاحنا بنحط ده تحت ان هو لا كابتن النادي الاهلي وقيمه وقامه وبتاع. حد تاني يغلط برضو من وجهه نظرنا، لا ده انت مليون جنيه، ده انت عقوبه، ده انت وانت. فانا بالنسبه لي المشكله دلوقتي ان هي مش في مؤسسيه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي مش بياخد القرار حاليا كمؤسسه. النادي الاهلي دلوقتي بياخد القرار متمثلا في الاداره اللي هي كابتن محمود الخطيب بين قوسين، ودي في بعض الاوقات هيبقى لها ميزات وعيوب، ولكن في النهايه النادي الاهلي ما كانش بيبقى بيدار بالطريقه دي لو بنتكلم على تاريخ وهويه والكلام الجميل ده كله. ده كان رأيي في موضوع كهربا. بصراحة اللي يزعل يزعل، ده حق ربنا اللي أنا شايفه. بس كده، وربنا يكرم النادي الأهلي في النهائي اللي احنا بقينا كأهلاوية بنخاف نواجه الزمالك، وما كناش مستنيين مشكلة إضافية كفاية ولا هي بجملة المشاكل ماشي. ربنا يكرم النادي الأهلي ونكسب، والأمور تهدى شوية والملفات دي تدار بشكل أفضل من كده. بس كده مش عايزين نعيد الكلام، وشكرا.